إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. المشاهدون الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع برنامج غايات قرآنية. هذه الحلقة 22 من حلقات هذا البرنامج، وهي عن التقوى، ومواصلة في الحلقة السابقة، وسنتكلم إن شاء الله حول صفات المتقين ويعني ثمرات التقوى ومقامات التقوى، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. كنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن صفات المتقين، وتناولنا فيها صفة واحدة وهي الصفة الغيبية، وهو أن الذي يتقي الله سبحانه وتعالى يكون مؤمنا بالغيب. الصفة الثانية من صفات المتقين هي مسألة الأفعال والأعمال. نحن ذكرنا بأن التقوى هي أوامر تراعى وتروك أي معاصي تجتنب، يعني هي أفعال، فعل وترك. الأفعال هي القيام بالواجبات الشرعية، وهي شاملة، أجمع آية في موضوع الصفات الفعلية لأهل التقوى هي قول الله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه أجمع آية يعني تعبر عن التقوى. هنالك صراحة يمكن أن تجمع الكثير من موضوع الصفات الفعلية، ستلاحظ هنالك الاستغفار، الذكر، التوبة، فأشياء كثيرة جدا، ولكن عموما هذه الآية جمعت ما بين الأمور الغيبية وجمعت كذلك الأفعال والأعمال، فأدخلت فيها الصلاة والصيام والإنفاق بشكل عام، والصدقات والجهاد في سبيل الله والصبر ورعاية العهود والمواثيق وإلى غير ذلك من القضايا. كل ذلك يدخل معنا في مفهوم التقوى. ولو لاحظت بأن هذه الأفعال لو تركتها فهو عدوان بترك هذا الواجب. ترك هذا الواجب، أمرك الله بإقامة الصلاة ما فعلت ذلك، فهذا عدوان في حقوق الله سبحانه وتعالى، عدوان في حق الله عز وجل. أيضا في التروك، في موضوع الترك، أجمع آية في موضوع الترك هي ترك الكبائر والمحرمات. يعني إذا أردنا أن نقول والله ترك العدوان، ما هي القضايا التي يعني بينا القضايا الفعلية التي نرعاها؟ رعاية الحقوق هي ليس البر مثلا، هذه التفصيل الواجبات. بالنسبة للترك يجب، والحدود التي يجب أن لا نعتدي عليها، نجد أجمع آية في كتاب الله سبحانه وتعالى هي آية الوصايا المسمى بالوصايا العشر. هذه الآية سبحان الله، هذه الآيات هي 3 آيات جمعت كبائر الذنوب. يقول الله سبحانه وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. إذا ما حرمه الله يترك ولا يقترب منه. فأنت إذا أردت أن تحقق التقوى أترك هذه العشر. أولا، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أي ترك العقوق، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. هذه 9. العاشرة أن تؤخذ جميعا مع بعضها البعض ولا تؤخذ على انفراد، بمعنى الوصايا هذه لا تقبل إن والله تأخذ بعضها وتترك بعضها. لماذا؟ لأن هذه هي أصول الصراط المستقيم. هذه الدعوة التي ندعوها صباح مساء: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. أين هذا الصراط يا رب؟ هنا قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يعني هذه 10 أو هذه 9 كل واحدة منها تشكل سبيل.
الإشراك بالله سبيل الشياطين، عقوق الوالدين سبيل من سبل الشياطين، قتل النفوس، قتل الأولاد، عدم الوفاء بالعهود والمواثيق، أكل أموال اليتامى ظلما، عدم الدقة في المكاييل والموازين، هذه كلها تشكل سبل الشياطين. الله يقول لك لا، صراطي موحد، أن هذا صراطي مستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما، هذا صراط الله، يؤخذ جملة واحدة، هذه العاشرة، وأن هذا صراطي، هذه الوصية العاشرة، أن تأخذ من التوحيد إلى آخر آية في 9 في قوله تبارك وتعالى وبعهد الله أوفوا، هذه لا بد أن تأخذها جملة واحدة. وهذه سبحان الله لو تأملتها هي المشتركات العالمية التي يكاد العقلاء يتفقون على أنها من القضايا التي لا ينتطح فيها عنزان، يعني الكل يكاد يتفق بأن والله توحيد الله سبحانه وتعالى من الممدوحات على الأقل لأهل الإيمان وأهل الأديان، يعتبر هذا أصل عظيم جدا. لكن باقي الأشياء، عقوق الوالدين منبوذة، قتل النفوس منبوذة، أكل أموال اليتامى منبوذ، المكاييل والموازين الآن صارت من القضايا اللي تراعى عالميا. فهذه كلها ما يمكن أن نسميه الآن بالمشترك الإنساني الذي يمكن أن يتحول في منظومة قيمية للعالم كله، وبالتالي هذه تقوى، هذه تقوى، قال لعلكم تتقون. إذن إن تركت هذه القضايا فاتقيت الله، ما تركت هذه القضايا فقد اقتحمت التقوى، قد اقتحمت محارم الله وخرجت عن مسمى التقوى. فالإشراك بالله ينافي التقوى، عقوق الوالدين تنافي التقوى، أكل أموال اليتامى ينافي التقوى، هو عدوان. لاحظ الآن، قتل النفوس عدوان ينافي التقوى، قتل الأولاد، وهم الآن هذه الظاهرة للأسف الشديد، قتل النفوس بشكل واسع جدا، وربما كثير من الناس لا ينتبهون إليه، ولكن كثير من البلدان في المشرق بالذات يحصل إجهاض للأبرياء. وفي السابق كان الناس تتكلم عن قضية وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، ولكن هنالك ظاهرة الوأد العالمي الآن، كثير من الناس يستغنون عن أطفالهم بعد أن تنفخ فيهم الأرواح، وهذا من قتل النفوس، وأن كان هذا القتل خشية إملاق، خشية الفقر، أو كان رغبة في أن والله الإنسان يحصل على مولود ولم يريد مولود بنوع معين فاختلف عنده فيسقط مثلا الموجود، وهكذا. هذه كلها من العدوان على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هذه الثلاث، إذا نحن يؤمنون بالغيب، إقامة الواجبات تحت قوله ليس البر أن تولوا وجوهكم أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه تعطينا المؤشر الكلي لصفات المتقين. نأتي إلى مقامات التقوى، وهي مسألة طبعا مهمة جدا، ونحن نتكلم عن موضوع التقوى. التقوى أيها الإخوة مقامات متنوعة ومختلفة. ابن جزي عليه رحمة الله في تفسيره يقول مقامات التقوى 5، يقول مقام الإسلام، ومقام التوبة، ومقام الورع، ومقام الزهد، ومقام المشاهدة. قال مقام الإسلام بترك الكفر، ومقام التوبة باتقاء المعاصي والمحرمات، ومقام الورع باتقاء الشبهات، ومقام الزهد باتقاء المباحات، ومقام المشاهدة باتقاء حضور غير الله على قلبه. هذه 5، لكن أنا أحاول إن شاء الله أن أجعل هذه ال5 في 3 مستويات حتى تكون منسجمة مع حديث جبريل عليه السلام عند قوله عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان. سنلاحظ أن التقوى تتوزع فيهما، فهنالك تقوى الإسلام، وهنالك تقوى الإيمان، وهنالك تقوى الإحسان. ولعل التشريح الذي شرحه ابن جزي اعتقد أنه مناسب، ولكن لو جعلناه ضمن هذه ال3 مستويات تكون أكثر، يعني نستطيع أن نلم بها. فهنالك تقوى الإسلام، وهو أن يخرج الإنسان من دائرة الكفر إلى دائرة الإسلام، فقد اتقى الكفر. وهذا أعظم يعني شيء يخرج الإنسان عن دائرة التقوى ويمنعه والعياذ بالله من ثمرات التقوى. إذن تقوى الإسلام هي المتعلقة بتحقيق الحد الأدنى الواجب لدخول الجنة. الله عز وجل يقول تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. من هؤلاء الأتقياء؟ هم الذين حققوا الحد الأدنى لدخول الجنة، وهو الإسلام. لا يدخل الجنة إلا مسلم،
يعني يمكن حتى بعد أن يطهر في النار وغيره، لكن في نهاية المطاف سيدخل الجنة. فالحد الأدنى لدخول واستحقاق الجنة أن يكون الإنسان مسلما. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالحد الأدنى للتقوى هو تحقيق الإسلام، وهو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتأتي الأركان الأساسية المحققة لمسمى الإسلام، مسمى الإسلام. وهنا عموما يتداخل الحد الأعلى للإسلام مع الحد الأدنى للإيمان، وكذلك الإيمان مع الإحسان. لكن دعونا الآن نذهب مع ابن جوزي بأن تقوى الإسلام هي ترك الكفر، تقوى الإسلام هي ترك الكفر. نأتي إلى النوع الثاني أو المقام الثاني، وهو تقوى الإيمان، وهو المقام الأوسط الذي يقوم على ترك المحرمات وخاصة الكبائر وترك المنهيات والإتيان بالواجبات. هذه تقوى الإيمان. وهو يمكن أن نقول بأن تقوى الإسلام قد يكون الإنسان فيها ظالما، قد يكون فيها ظالما لنفسه. الإيمان هو مقتصد، الإحسان هو السابق بالخيرات. وجعل الله سبحانه وتعالى كل هؤلاء وارثين، جعلهم وارثين للكتاب، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. هؤلاء العباد كلهم إن شاء الله لهم نصيب من التقوى. فالحد الأدنى في المسلم أنه خرج من دائرة الكفر ودخل في دائرة الإسلام، وأقام الأركان الأساسية التي يسمى بها مسلما، وهي أدناها شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة، يعني أدنى الأركان، اللي هو بعد النطق باللسان والإقرار بالجنان أن يؤتي الصلاة. ومنهم من قال الأركان الخمسة، ومنهم من قال الصلاة مع الزكاة، على كل على خلاف بين أهل العلم، لكن هذا الحد الأدنى من مسمى الإسلام. مسمى الإيمان هو المسمى الوسط، وهو أن الإنسان يجتنب الكبائر والمنهيات ويؤدي الواجبات المفروضة، ولكنه قد لا يذهب في الفضائل كثيرا. هذا الحد الأدنى من مسمى التقوى. الحد الوسط من مسمى التقوى وهو تقوى الإيمان. إذن عندنا المقام الأول تقوى الإسلام، المقام الثاني تقوى الإيمان، المقام الثالث تقوى الإحسان، وهذا طبعا مقام عظيم وهو مقام المقربين. هذا المقام يمكن أن نجمع فيه ما ذكره ابن جوزي، وهو اتقاء الشبهات واتقاء المباحات واتقاء حضور غير الله في قلبه، ونلخصها في قوله عليه الصلاة والسلام عندما سئل ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وبالتالي مقام الإحسان هو مقام المشاهدة، بأن تعبد الله كأنك تراه، واتقاء حضور غير الله في القلب، واتقاء الشبهات والمباحات، وذلك بتحقيق مقام الورع والزهد والتقرب بالنوافل، حتى يحقق مقام المحبة الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يعني في الحديث القدسي: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن هذا المقام العظيم، مقام المحبة، لن تبلغه إلا بكمال الإحسان لله سبحانه وتعالى. من أين حاولنا أن نأخذ بأن هذا مقام تقوى الإسلام، تقوى الإيمان، تقوى الإحسان؟ من قوله تبارك وتعالى في سورة المائدة الآية 93: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، هذا المقام الأول، مقام الإسلام. ثم اتقوا وآمنوا، مقام الإيمان. ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. ثم اتقوا. لاحظوا ليس هنالك تكرار، يعني بعض الناس يتصور بأن هذه الآية فيها، لا، هي تتحدث عن 3 مقامات: مقام الإسلام، مقام الإيمان، مقام الإحسان، أي تقوى الإسلام وتقوى الإيمان وتقوى الإحسان. نأتي بعد ذلك إلى الوسائل إن شاء الله التي تعين الإنسان على تقوى الله سبحانه وتعالى. يعني هذه القضايا، هذه المقامات، كيف يمكن أن نحصل عليها؟ نحن ذكرنا هنالك صفات يؤمنون بالغيب والواجبات وكذا، لكن نريد أن نقول بأن كل الغايات التي تحدثنا عنها سابقا وسنتحدث عنها لاحقا، من التسليم لله وعبادته ومراقبته وذكره والتضرع له وتدبر كلامه والتفكر في خلقه وآياته والتعقل، كلها عوامل مساعدة في تحصيل التقوى. فالتقوى ليست حالة، يعني هي حالة متشابكة،
تحتاج منك إلى تعقل، تحتاج منك إلى تدبر، تحتاج منك إلى تفكر، تحتاج منك إلى خشية ومراقبة لله باستمرار، تحتاج منك الوقوف على حدود الله تبارك وتعالى، تحتاج منك الذكر المستمر، الصلة المستمرة مع الله. هذه وسيلة مهمة جدا من وسائل تحقيق وحصول التقوى لله سبحانه وتعالى. أيضا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بالرسل أجمعين وبالصالحين عموما، فإن هذا أيضا مما يحصل به تقوى الله سبحانه وتعالى. الإنسان أن يتشبه بالأفاضل، يتشبه بالكرام، يتشبه بالأتقياء، يسلك دربهم، ينظر إلى العبر التي كانت لهم. فمثلا الشاب الذي تكون له صبوة أو يكون له شهوة أو تكون له مثلا انحراف، إذا نزل وقرأ سورة يوسف عليه السلام من أولها إلى آخرها وتدبر هذه السورة على طريقة التدبر التي ذكرناها في الحلقات الماضية، ووقف مع كل خطوة كان يخطوها يوسف عليه السلام إلى أن بلغ مقام المحسنين، لأنه أكثر من 5 مرات وردت وصف يوسف عليه السلام بالإحسان، فإذا بلغ كمال التقوى بإيه؟ تقوى الإحسان وليس تقوى الإسلام. لا، يوسف بلغ تقوى الإحسان، فكان إنا نراك من المحسنين، إنا نراك من المحسنين. فتجد أن التأثر هنا بيوسف عليه السلام يورثك العفة، كيف أن شاب في مقتبل العمر وفي قوة من شبابه وفي قصر فيه كل الخدمات متوفرة، وتراوده امرأة العزيز، ومع ذلك يقول إني أخاف الله. نخرج فاصل إن شاء الله ونعود إليكم بعد قليل، فكونوا معنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل إن شاء الله في ما تحدثنا عنه من قضية كيف يتم حصول التقوى بعد أن عرفنا التقوى وعرفنا مفهومها وحقيقتها ومقامات التقوى، وحاولنا على كل أن نبين للناس المفهوم المركزي في التقوى، ثم تأتي بعد ذلك من هذا المفهوم مجموعة من التفريعات، لكن كلها ستصف في ترك العدوان. هذا مفهوم مركزي جدا لا بد أن نركز عليه وننبه الناس، ونأمل أن الحلقات هذه تؤثر في هذا الاتجاه، إن والله التقوى يعني تسبق الإحسان، وسنرى كيف أنها ستسبق الإحسان وستسبق الشكر. فمثلا أنت تقواك مع جارك أن تكف عنه الأذى، تقواك مع الجار أن تكف عنه الأذى، إحسانك مع الجار أن تبذل له المعروف. لاحظ هذه مسألة مهمة، يعني أنت ما فعلت لجارك أي شيء، لكن لا يسمع منك كلمة سيئة، ولا يسمع منك أذية، ولا يسمع منك غيبة، ولا ينظر ولا تؤذيه في نفسه وأولاده وأهله، فأنت اتقيت الله في جارك. ده الحد الأدنى، الحد الأدنى أنك اتقيت الله في جارك. طيب، أردت أن تحسن إليه، أن تحسن إليه هنا يأتي البذل. الإحسان أمر بالنسبة للتقوى فضل، ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الذين وقفوا في الحد الأدنى من التقوى، وهو إن والله الإنسان يكف شره عن الناس، لا يقتلهم، لا يظلمهم، لا يأكل أموالهم، لا ينتهك أعراضهم، لا يسفك نفوسهم، هذا اتقى الله، وبالتالي ينال معية الله بهذا الشكل. لكن إن زاد عليهم، صار يحسن إليهم، يرعى مريضهم، يتفقد غائبهم، يحسن إلى من يحتاج منهم الإحسان، هذا فضل، هذا فضل وزيادة. فنحن عموما هذا المفهوم المركزي لا بد إن شاء الله أن ننتبه إليه. فنلاحظ الآن إن شاء الله نأتي إلى ختام هذه الحلقة من خلال الثمرات. نحن ذكرنا على كل حصول التقوى تأتي برعاية الغايات، وتأتي بالاقتداء بالصالحين، وتأتي كذلك بالعلم النافع وبصحبة الأخيار. هذه كلها مما يكتسب به الإنسان تقوى الله سبحانه وتعالى. لكن نأتي إلى هذا الأمر العظيم بهذا الشكل الذي تحدثنا عنه في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر مأمور به ووصى الله به السابقين واللاحقين. وأعظم أمر ربما نجده في كتاب الله هو الأمر بالتقوى. ما هي ثمراته وآثاره ونتائجه على النفس البشرية، على الإنسان وعلى من حول هذا الإنسان؟ يعني ما أمر الله بأمر إلا لمصلحتنا، وما نهى الله سبحانه وتعالى عن أمر إلا لمصلحتنا. فهذا الأمر سينعكس بطبيعة الحال على الفرد، وينعكس على المجتمع. فنحن الآن ذكرنا من يتقي الله سبحانه وتعالى مثلا لا يأذي الناس، فهذا أثر من الآثار.
من يتق الله سبحانه وتعالى لا ينتهك الحرمات ويستفيد بطبيعة الحال. هنا إذا كان والله ترك العدوان بين الناس، ترك العدوان بين الخلق يستطيعون أن يؤدوا رسالتهم في الحياة والاستخلاف والعمران بشكل صحيح. فالتقوى عتبة مهمة جدا في الاستخلاف، عتبة مهمة في العمران، عتبة مهمة في الشكر، لأن الشكر إن شاء الله سيأتينا وهو غاية عظيمة في موضوع الاستخلاف، وهو فوق التقوى. وبالتالي التقوى ثمرتها مباشرة على الفرد، ثمرتها مباشرة على المجتمع، ثمرتها مباشرة كذلك في إن شاء الله بشكل لاحق في الآخرة، ويلمس ذلك الإنسان مباشرة. أول ثمرة من ثمار تقوى الله سبحانه وتعالى أنها تكسب الإنسان فضيلة مهمة جدا، وهي فضيلة الولاية والبشارة. كلنا نحب أولياء الله، بل ربما أحيانا يكون هنالك مفهوم خاطئ الولاية لله. فالله عز وجل يريد منا أن نكون أولياء له، نريد أن نكون أولياء. الله قال لنا والله تريد ولايتي، تريدون تأييدي، تريدون نصرتي، تريدون أن أكون لكم نصيرا، لكم وليا، لكم حامية. نعم يا رب، تتقوا الله. إذن أهم ثمرة من ثمرات التقوى هو أن ننال ولاية الله. يقول الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. هنا الآن لاحظ: الذين آمنوا وكانوا يتقون، مصطلحين. ماذا لهم؟ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن أنت تنال ولاية الله بتقواه. حققت التقوى أنت ولي لله بحسب المقامات. فهنالك ولي لله في مقام الإسلام، وهنالك ولي لله في مقام الإيمان، وهنالك ولي لله في مقام الإحسان. ولا يمكن لمسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن لا يكون وليا لله، مستحيل. لماذا؟ لأنه بمجرد أن خرج من دائرة الكفر إلى دائرة الإسلام فقد عقد عقد الولاية مع الله، وهو ولي لله لكن في مقام مقام الإسلام. ثم تدرج في الأوامر والنواهي وترك المحرمات والواجبات وكذا، فانتقل من مقام الإسلام إلى مقام تقوى الإيمان. ثم صار لا يقف عند الواجبات وترك المحرمات، صار ما شاء الله يترك المكروهات ويتنزه عن المباحات، ويترك كثير من القضايا تبرعا وزهدا في هذه الحياة الدنيا ورغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، ويحسن إلى عباد الله، لا يكتفي فقط بترك العدوان والأذى عليهم، فانتقل إلى تقوى الإسلام، إلى تقوى الإحسان، وهكذا. إذن أنت إما أن تكون وليا لله في مقام الإسلام، أو وليا لله في مقام الإيمان، أو وليا لله في مقام الإحسان، ولن ينال ذلك إلا بتقوى الله سبحانه الولاية. وهذه زي ما قلت أنا الكل طبعا نحن الآن نلمس الولاية في غيرنا. ابحث عن الولاية في ذاتك فأنت ولي لله، وارتقي بولايتك لله. يعني للأسف الشديد هذا المفهوم الخاطئ للولاية أدى بنا في نهاية المطاف إلى أن نقع أحيانا في الإشراك بالله، وهو أنك تبحث عن وسائط. والله يقول لك أنا وليك، والله سبحانه وتعالى يحكي عن إن ولي الله عن أنبيائه، يحكي عن ذلك. فنلاحظ أن أهم مقام وأهم شيء من الثمرات ولاية الله سبحانه وتعالى، وكذلك معية الله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وثالثا عطاء الله سبحانه وتعالى بالحكمة والعلم: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا واتقوا الله ويعلمكم الله. رابعا مقام كفران الذنوب، أي فضيلة وثمرة كفران الذنوب وتحقيق المغفرة وتعظيم المتقي بتعظيم أجره: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وكذلك خامسا اليسر والسهولة في الأمر: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وكذلك المخرج الحسن من كل شيء: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فاليسر في المخارج كلها، في الأزمات كلها، لن يكون إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. وأيضا سابعا موضوع الرزق الذي لا عد له ولا حد. الله سبحانه وتعالى يقول: ويرزقه من حيث لا يحتسب. يعني من يتق الله يرزقه الله من حيث لا يحتسب. على كل ينتهي الوقت ولا تنتهي ثمرات وآثار تقوى الله سبحانه وتعالى، ففيها الفلاح وفيها الرضوان وفيها الجنان وفيها الرفعة عند الله وفيها الشرف
وفيها الذكر، في أشياء كثيرة جدا، ولكن يكفي إن شاء الله ما ذكرناه من نماذج وثمار لما بعدها إن شاء الله. وكل واحد منا بإمكانه أن يقف مع كلام الله سبحانه وتعالى لينظر إلى ثمرات التقوى وآثار التقوى. ويكفي قول الله سبحانه وتعالى: والعاقبة للتقوى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.